في العقود الأخيرة عاش العالم ثورة صناعية وتكنولوجية ضخمة، كان ليها تأثيرات إيجابية كتير على قطاعات مختلفة، لكن برضو كان ليها تأثيرات سلبية ما حدش يقدر ينكرها، زي انتشار التلوث البيئي، زيادة الاحتباس الحراري، أزمات الطاقة المتكررة، وكمان النقص الحاد في مخزون المياه. عشان كده في الفترة الأخيرة بقى الاتجاه السائد عالمياً وخصوصاً في أوروبا هو الاعتماد على منهج الاستدامة في مراحل التصنيع، سواء عن طريق إعادة تدوير واستخدام المخلفات بعد معالجتها، أو من خلال زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، أو الوصول لحلول عملية ممكن من خلالها توفير المياه أو إعادة تدويرها في عمليات التصنيع بشكل دائم. ولأننا في المراكبي حريصين دايماً على مواكبة آخر التطورات، كان قرارنا من زمان هو الالتزام بخطط التنمية المستدامة في كل مراحل تصنيع الحديد عن طريق خطوات واضحة ومحددة. استخدام سياسة إعادة التدوير في تصنيع الحديد والصلب بدلاً من معالجة الحديد الخام كيميائياً بالمشتقات الكربونية. الالتزام بقواعد صارمة للحفاظ على البيئة المحيطة. إعادة تدوير استخدام المياه والغازات في التصنيع والتبريد عن طريق وحدات موجودة مخصوص لهذا الغرض. ابتكار طرق عملية ومختلفة لتوفير الطاقة، زي إننا أضفنا مرحلة جديدة لعمليات التصنيع بنقدر من خلالها الحفاظ على حرارة الحديد عند درجة 600 درجة مئوية، ونمنعه من الوصول لدرجة حرارة الغرفة قبل ما يدخل لمرحلة التشكيل. وده بيوفر حوالي 60% من الطاقة المستخدمة. عن طريق الإجراءات دي وغيرها بنحاول في المراكبي نحقق المعادلة الصعبة، وهي إننا نحافظ على البيئة والعالم اللي حوالينا، وفي نفس الوقت نلتزم بمعايير جودة منتجاتنا ونكسب رضا عملائنا وثقتهم. المراكبي للصلب، قوي حياتك.